فسنيسره لليسرى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يفرج الله همك، ييسر الله كربك، ويجعل لك من كل ضيق مخرج، فقط إن كنت ممن اهتدى بهداه وسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. من وصل لها إبراهيم عليه السلام أغلقت به الأبواب وضاقت به السبل وبارت به الحيل، ولم يبقى إلا باب الواحد الأحد. تأمل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لكن ليه؟ الجزاء من جنس إيش؟ العمل. الله زكاه: إذ جاء ربه بقلب سليم. سلم قلبك، سلمناك من النار. يونس عليه الصلاة والسلام وصل لهذه المنزلة في ظلمات ثلاث: الحوت والليل والبحر. تأمل بارك الله فيك: أغلقت الأبواب، لا منادي إلا مناد واحد: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع الجزاء: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الثمرة الثالثة: حرز وحفظ لك في نومك. الجائزة الثالثة: لا تخاف، يحفظك الله في نومك. وما الدليل؟ من السنة قراءة يوم الجمعة سورة إيش؟ الكهف، وفيها من الأسرار والفوائد والعبر ما لا يعلمه إلا الله. ثمة غلمان وشباب 87 إيش؟ كلبهم، فروا بدينهم وبتقواهم حتى آووا إلى الغار. قال الله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم جلسوا نائمين يا رجال؟ 300 وازدادوا إيش؟ وازدادوا 9. 309 سنوات وهم في نومة والله ما مسهم مثقال ذرة، بل ينزل الله لهم من الملائكة يقلبونهم يمنة ويسرة لئلا تتأذى جنوبهم. بل تأمل من بركتهم أن حفظ جارهم 87 من كلبهم. البركة الرابعة من ثمرات العمل الصالح: الثبات عند سكرات الموت. من بركات تقوى الله ومن اهتدى بهديه وسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم الثبات عند سكرات الموت. وما الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال صلى الله عليه وسلم: ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحانوط من الجنة تبشرهم بروح وريحان وبرب غير غضبان. أسأل الله من فضلها العظيم. تدري من عرفها حفظك الله؟ قصة تقطع القلب. ذكر أهل السير في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نادى: الصلاة 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 جامعة. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الغائب. قالوا: على من تصلي يا رسول الله؟ قال: على معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة. اسمع المنزلة. قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصلي على معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة. طبعا حبسه من الخروج في الغزو والجهاد. ماذا؟ حبسه المرض. قال: إن الله يأمرك أن تصلي على معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة.
وقد صلى عليه صفين من الملائكة كل صف 70,000 ملك. لا إله إلا الله، 140,000 ملك صلوا عليه. تدرون ايش كان يسوي؟ عمل أخف علي وعليك من شرب الماء. كان لا يدع قل هو الله أحد واقفا وجالسا وعلى جنب، يقرأ سورة الإخلاص على طول. تدبر معي حفظك الله.